معالي صاحب الجلاله على الانجازه، السيد سفير اندونيسيا بالمغرب، السيد ممثل وزير الثقافه، الوفد المرافق للسيد عامل، السيدات والساده رؤساء واعضاء الوفود العربيه والاجنبيه المشاركه في المهرجان، السيدات والساده الحضور الكريم، يشرفني بدايه باسمي الشخصي باسم منتخب المدينه وكافه ساكنتها ان ارحب بضيوف المدينه من نساء ورجال المسرح، متمنيا لكم جميعا جميل المقام، شاكرا لكم تحمل مشاق السفر من اجل تحقيق فرصه مسرحيه لفائده اطفال هذه المدينه واقليمها. نلتقي اليوم في النسخه 13 لهذا المهرجان الذي يحظى بالرعايه الملكيه الساميه منذ نسخته 11، وانها لمناسبه لتجديد ولائنا وتشبثنا باعداد العرش العلوي المجيد. سيد العالم المحترم، ايها الحضور الكريم، هذا نجدد اللقاء اليوم في هذا الاحتفال المسرحي، وهو الاحتفال الذي ترسخ مع مرور دورات هذا المهرجان واصبح محط اشعاع وطني وعربي ودولي. يرجع الفضل في استمراريته لوزاره الثقافه ولكل شركائها في تنظيم هذا المهرجان. ولا يفوتني التعبير عن تقدير مجلسنا وامتنانه لمجهودات المدير الجهوي السابق للثقافه الفنان والمثقف سي محمد بالهيسي، الذي كان إصراره ومثابرته وراء جل المشاريع السوسيو-ثقافية التي أنجزت في المدينة، وكذا تنظيم العديد من التظاهرات الثقافية الكبرى أبرزها هذا المهرجان الذي وصل نسخته 13. وإذا كنا نعتبر هذا المهرجان من أولويات اهتماماتنا الثقافية، فإننا نطمح في مواصلة العمل المشترك فيما تبقى من المشاريع المشتركة. وبالمناسبة فإن مجلس الجماعة يعبر عن ارتياحه وابتهاجه لبداية الأشغال في مشروع المعهد الموسيقي الذي هو ثمرة شراكة بين جماعتنا ووزارة الثقافة، آملين أن يفتح أبوابه للعموم في أقرب الآجال. كما هي مناسبة للتعبير عن تشبثنا بمشروع المركب الثقافي بالمدينة الذي أصبح ضرورة ملحة بالنظر لما تسخر به المدينة من فعالية ثقافية في مختلف الأجناس الإبداعية، عاملين على تسديد جميع العقبات التي تعترض هذا المشروع الضخم للخروج إلى حيز الوجود. سيد العالم المحترم، أيها الحضور الكريم، إن جدية الوزارة ودعمها لمختلف المشاريع التنموية الثقافية في المدينة تجعلنا نجدد شكرنا للوزارة في دعمها لملف تصنيف المدينة العتيقة بتازا تراثا وطنيا، راجيا أن تعمل على التسريع بإخراج منصوب قرار التصنيف من الأمانة العامة للحكومة، وهو التصنيف الذي بلا شك سيعطي قيمة مضافة للمدينة تستوجب بذل مجهود كبير وفتح أوراق حقيقية تليق بهذا التصنيف، وهو ما يجعل نلتمس من وزارة الثقافة الاهتمام بترميم ما تبقى من الأسوار التاريخية التي تضررت كثيرا، مؤكدين على تثميننا لما تقوم به الوزارة حاليا في هذا المجال، ومصرين على مواصلة التعاون الإيجابي حتى نجعل المدينة العتيقة تليق بقرار التصنيف الوطني وتطمح إلى تصنيفها تراثا إنسانيا. وإذا كنا في الجماعة الحضري التازة نعتبر الثقافة رقما أساسيا في كل تنمية، جسدناه من خلال برمجة العديد من المشاريع السوسيو-ثقافية ضمن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فإن الأمر يقتضي تعاون الوزارة من خلال مساهمتها في تجهيز هذه الفضاءات من أجل النهوض بالقطاع الثقافي في المدينة، سواء من حيث البنية التحتية أو من خلال الترشيد الثقافي الذي خصصنا في الجماعة اعتمادا له من خلال دعم الجمعيات الثقافية، وكذلك تنظيم مهرجان تازا الذي نطمح أن ندعمه بما يليق بهذه التظاهرة التي تشكل متنفسا حقيقيا للمبدعين والمثقفين وكذلك لساكنة المدينة وضيوفها. سيد عامل المحترم، أيها الحضور الكريم، من جديد أشكر جميع الحضور وكذلك سيد عامل الإقليم على مواكبة لفعاليات هذه الدورة، وأرحب بضيوف المدينة متمنيا لهم حسن المقام ولهذه التظاهرة النجاح كما في الدورات السابقة، مؤكدين كجماعة تعاوننا التام مع الوزارة ومديريتها حتى نحقق جميع ما تطمح إليه ساكنة المدينة، وحتى نكون عند حسن ظن عاهل البلاد جلالة الملك محمد السادس صلى الله عليه وسلم.